طبعا دي طقوسي الخاصه للفطير. البطاطس، البقدونس زي ما انتم شايفين، والبصل. طبعا هقول لكم طريقته، هنزلها لكم، ولو نزل هحط لكم الرابط في التعليقات، تقدروا تخشوا على صفحتي على الفيس او اليوتيوب باسم مطبخ جديد الشكل ده. طبعا شايفين البصل عامل ازاي. ده بصل الفسيخ والسردين والملوحه والحاجات دي دايما اعمله، ودايما اعمله اكله مع اي حاجه، يعني انا دايما موجود عندي في الثلاجه. طبعا ما لقيتش بصل اخضر لان اقبال عليه زايد، او هو مش الموسم بتاعه، فعملت البصل ده. البصل رخص اليومين دول. كمان فلفل والليمون والعيش البلدي. طبعا الفسيخ من الحاجات التراثيه زي ما قلت لكم، واكلته ليها طقوس عندنا عند كل مصري. طبعا طبعا العيش كده بالمعلقه كده يسمك كده، طبعا زي الكريمه. احط كده، اخد بصل وبنلقى هنا فأدخل الصلصة. طبعا البطاطس وكثيرا من البقدونس. روعة الروعة. ليمون بقى كده، ما بكترش ليمون عشان ما يبقاش على طعم. فلفل. طبعا عايزه اقول لكم ان الفسيخ مصري بامتياز، طبعا محدش يقدر يسرقه مننا. انتوا عارفين ان في دوله كده جنبنا بتسرق كل حاجه، حتى الفلافل سرقتها، ما تتسماش. آه آه الفسيخ مصري اصلي، محدش يقدر عليه غير مصري اصلي. طبعا بيسندوا كده، نحطه كده. روعة الروعة. انتوا عارفين ان مرتبط بنهر النيل، لسه ملاحظاها يعني. يعني انتوا عارفين ان الفطير بيتعمل من سمك البوري، وسمك البوري بيطلع من نهر النيل. طبعا من ايام كلنا المصريين كانوا بيطلعوه كميات كبيره، وعشان ما يبوظ كانوا بيملحوه. فطبعا بقى حلو بالنسبه، خصوصا في الايام اللي زي سمن النيل. بيملحوه في الايام اللي هي بيبقى فيها السمك يعني بحر. بيملحوه في الايام اللي فيها السمك هي من النهر. وبعد كده سمن النسيم يبقى مطلعينه واكلينه، فبقت عاده عندنا كلنا. طبعا الفسيخ بيتعمل زي ما قلت لكم سمك بوري، احلى فسيخ واغلى فسيخ نهر النيل، غير المزارع طبعا. المزارع طبعا ميه عذبه، فالفسيخ اللي بيطلع من الميه العذبه بيكون جميل جدا، بس طبعا السمك البوري من النهر بيكون جميل جدا. بالنسبه بقى اللي بيطلع من البحر بيكونش حلو، يعني انا عملته كذا مره كان مجلد شويه فما كانش حلو في سمنه. احلى فسيخ او احلى بوري بيطلع من المياه العذبه. طبعا الناس اللي بتتريق على الفسيخ، حابه اقول لكم ان دي اكله تراثيه، يعني من الاكلات اللي فيها ذكريات حلوه، يعني لما بناكلها بنحس بحنين كده وذكريات زي اي اكله تراثيه من كل بلد عربي. الكبده النيه زي ما انتم شايفين كده، القصبه اللي هي الكبده النيه برضو زي ما انتم شايفين كده. كمان الضب. الضب ده عباره عن حيوان زي ما انتم شايفينه كده. في دول الخليج بيقطعوه وبيطبخوه. بالنسبه لهم الحاجه دي ذكريات واكلات تراثيه، انا ما بقولش عليها حاجه، يعني انا بس بعرفكم بيها يعني. في كمان الجراد، برضو زي ما انتم شايفين كده.
من الاكلات التراثيه اللي دول الخليج بتحبها جدا، خصوصا السعوديه. فكره انا من النوع اللي بحب اجرب كل الاكلات، عمري ما اتريقت على اكلات من اي بلد، بحب اجربها، عجبتني ما عجبتنيش خلاص، دي مساله اذواق. فيا ريت تحترموا نعمه. وكمان اللي بياكل حاجه ومتقبلها ما تتريقوش عليه عشان هو متضايق. انا مش بتضايق، بس في كتير قوي بيتضايقوا. فيا ريت تحترموا نعمه ربنا وتحمدوا ربنا على النعمه. والاحتفال بيها هي من الاكلات كمان اللي بتحب اللمه، يعني اي اكله تراثيه بتحب اللمه. جربوه وقولوا لي في التعليقات رايكم لما تعملوه وتاكلوه. وكمان يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو لايك والمشاركه مع اصحابكم عشان يستفيدوا. وكانت معاكم مها الجناوي، مع السلامه. كمل اكل في سنه بقى.